السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راني جبت لكم أسهل وصفة صابلي تقدري ديريها وبمعايير كامل راهم عندكم في الديار دوكا، وراح تساعدك في جميع المناسبات تاعك. نبداو على بركة الله. راني حطيت هنايا كيلة، وريتك الكاس اللي درنا به كيلة تاع سمن، درنا 2 حبات تاع البيض، درنا كاس الا ربع، يعني ربع من الكاس تاع تنحي غير ربع تاع سكر كلاصي، وتزيدي كاس معمر تاع النشا وتخلطيهم كامل بيدك. واكيد راح نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. وهنايا دخلت جميع المكونات في بعضياتها وقعدت نزير عليهم باش هذاك السمن تاعي يدخل في داك السكر وهذاك النشا تاعنا، وتقعدي هكا حتى تتحصلي على هذه القوام، وتبداي تضيفيه في الفرينه تدريجيا. وهنايا كنت ضفت كيس خميره ونصف الكيس، يعني كيس ونصف تاعه، واكيد كنت درتهم فوق الفرينه تاعي قبل ما نخلطها. ونكملوا نخلطوا الخليط تاعنا حتى نتحصلوا على عجينه طريه متماسكه وتلاصق في اليدين. شوفي كيفاش جات حبيبتي، جات ما شاء الله. شوفوا، نعطيكم حاجه بتعرفوا بلي العجينه تاعك جات نيشان، عجينه طريه وكيما تحبيها. شوفي ديرها كويرها هكا ودركي عليها، شوفي ما تشقت ما والو، كيما تشوفيها. شوفي عجينه طريه ما شاء الله عليها، راك تشوفي كيفاش راهي تذوب في يدي وحدها. ونحطوها جبنه هنايا وبديت هنايا انا برشي في العجينه تاعي، وكنت خليتها 1 سنتيمتر. شوفوا حبيباتي، لازم تخليها 1 سنتيمتر باش تجيك كيما نقولوا، اصلا انا دايرها الخماره كامل غادي تتغونفلا، ومن تخليها 1 سنتيمتر غادي تجيك الحبه ما شاء الله عليها. فهمتي كيف؟ ما ديريهاش رقيقه باش ما تحرقلكش في الكوشه. وكنا سخنا من قبل الكوشه تاعنا على درجه حراره 180 درجه، وبديت نستف في الحبات تاعي في السنيوه، وراح تشوفوها ان شاء الله كيفاش ولت. وهذا هو القاطو تاعنا بعد ما طيبناه. شوفوا كي جا محمر من الفوق ومن تحت، وجا طالع ما شاء الله عليه. وانا هنايا كنت درت الكوفيتير تاع الفراوله وزينتها فاني بالسكر كلاصي، وها هو قدامكم. واش راح يكون عجبكم؟ ما تنسوناش بلايك واشتراك فضلا وليس امرا. وشوفوا كيفاش جا هذا الكاطو، شوفوا كيفاش غادي نفتح لكم هذه. شوفي الطري ما شاء الله عليه، هذا غير بالسمن. انا من هذه الوصفه قلت ما نعاودش ندير بالدهان، ما نعاودش اطلاقا نعاود ندير بالدهان. وان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر. سلام.